مرحبا بكم في هذه الحلقة. اليوم بنتكلم عن مفاجأة كروية مميزة، تعادل الترجي في زاويتن. والموضوع مش بس كده، بل كمان فيه استفاقة قوية للنجم والصفاقسي واتحاد بن قريدان. يا سلام، ده موضوع مثير جدا. يعني المباراة دي كانت فعلا نقطة تحول. بالضبط، يعني المباراة كانت من النوع اللي بيخلي الجماهير تفكر مرتين. يعني تعادل الترجي معناه إنه الفريق قدر مهم. يحافظ على توازنه والحماس كان في أوجه. طيب لما تسمع كلمة استفاءة قوية للنجم والصفاقسي واتحاد بن قردان، ده معناه إن الفرق دي لازم تشيل نفسها من النوم، صح؟ بالضبط، يعني هو ده اللي باين في الأداء. دي بدأت تظهر علامات الانطلاقة الحقيقية، خصوصا في اللحظات الحاسمة. أيوة، بس برأيي في شوية تحفظ، مش كل الناس شايفة كده على طول. بعضهم بيقول إن النتائج لسه محتاجة وقت يا لتتضح. أنت شايف إن الأسباب الفنية وراء التغيير واضحة؟ فعلا، يعني الأداء كان فيه إبداع وتطور، مش بس بالصدفة. تيمز زي النجم والصفاقسي يتحركوا بأسلوب مهم. جديد. حتى اتحاد بنقردان بينهم كان له دور بارز في إحداث التغيير داخل الملعب. ده طبيعي لما نشوف خطط تدريبية جديدة وتأثيرها على الأداء، بس ممكن تقول إن في بعض الثغرات لسه موجودة؟ والله، يعني مش هنقول إنه كله تمام 100%، بس اللي حصل في المباراة دي كان زي إن الفريق أم اتنفس الصعداء وشاف فرصة انطلاق جديدة، رغم يا إن في بعض النقاط التي تحتاج لمراجعة دقيقة. يعني تقديرك للموقف باين فيه حس واقعي. هل تعتبر إن التغيير اللي حصل ده ممكن يأثر على باقي مباريات الموسم؟ أكيد، يعني النتيجة دي بتعكس بداية مسار مختلف. لما الفريقين يبدأوا يشوفوا فرصهم الجديدة، ده هيغير المعادلة التنافسية، وكأنهم بيفتحوا صفحة جديدة في مهم. كتاب الأداء. طيب لو جينا نبص لتفاصيل المباراة، إيه أكتر حاجة شدت انتباهك؟ بصراحة اللحظات اللي تبدل فيها الزخم كانت زي لحظات ثمينة، يعني لما التعادل جاء بعد تراكم من الضغوط والفرص الضائعة. يا الفكرة إن الفريقين قدروا يلاقوا توازن غير متوقع. أيوة، وكمان الاستفادة من كل فرصة مهما كانت صغيرة، ده بيعكس روح التحدي والإصرار. بالضبط، يعني الاستفادة مش بس في تسجيل الأهداف، لكن كمان في الدروس اللي بتتعلم من كل مباراة. وفي نفس السياق، استفاقة الفرق التانية زي النجم والصفاقسي واتحاد بناء أردن بتدل على إن التجديد استراتيجي وارد جدا. يعني هما بيدوروا على اللمسة المميزة. صحيح، وأنا شايف إن التحليل الفني هنا مهم جدا. لازم الناس تاخد بالها من التفاصيل الصغيرة اللي بتفرق على المدى الطويل. بالظبط كده، وده بيخلينا نشوف إن كرة القدم مش بس لعبة، دي مدرسة كاملة فيها استراتيجيات وتخطيط وتعلم من الأخطاء. مهم. جميل جدا الكلام ده، وأكيد الجمهور هيتابع بقلب مفتوح التغييرات القادمة الرياضية من الفرق دي. أكيد، يعني كل مباراة جديدة بتضيف فصل جديد في قصة المنافسة والتحدي اللي بتعيشه البطولات. فعلا، وده بيخلينا نطلع بشوق المباريات القادمة والنتائج المثيرة.